يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الانتصارات ولا بلاش، ده جيشنا ولا بلاش. يا اخي والله العظيم اسلجت صدورنا يا اخي. يا خطاف، تخيل انه الجيش شغال انتصارات على اوسع الحدود، انتصارات وفتوحات. يا اخي يا اخي لدرجه انه الواحد لو رقد نام وصحى يلقى فيه انتصار جديد. يا اخي رايك شنو في الكلام؟ وين الكلام؟ يا اخي هذا في الميديا عن صفحات. دي الفيديوهات، ده الناطق الرسمي باسم القوات المسلحه. اتفرج، شوف الفيديوهات دي. اتفرج يا اخي، اتفرج شوف. يا اخي تمثيليه سايد يا انتوا بتصدقوا اي حاجه في النت تقول لها شغل مدفوع على الاجر. والله انت يا خطاف انت زول قحاطي. اصلا دي حرب عبثيه. دي حركات ودي امور انا بعرفها. يا اخي فكنا يا اصدق الخبر زيك. قحاط يا اخي، الله قحاط. خربت البلد مليتهم. الله اكبر الله اكبر. يا خطاف يا اخي اقسم بالله الشعب كله وقف مع الجيش، عمل معسكرات بتاعت استنفار، دايرين يقفوا مع الجيش كتف بكتف. يا اخي انا ذاتي داير امشي استنفر. رايك شنو انا امشي استنفر؟ ما تمشي معي نستنفر كده نقف مع الجيش كتف بكتف. شفتها يغشوكم وقتلوكم. داير تموت ساي ولا شنو؟ يا اخي اموت شنو؟ والله العظيم انت ذاتك زول محبط. يا اخي انا داير اخش ادافع عن الوطن يا اخي، يا اخي داير ادافع عن عرضي يا اخي. يا اخي انا داير اقف كتف بكتف مع الجيش. يا اخي العساكر ديل ما قصروا، احنا عندنا نقف معاهم السند ونكون خير ظهر لهم يا اخي. وطيب المستنفرين ديل يا قاسم مش بدربوك 5 يوم الاسبوع ولا كم؟ التدريب بتاع المستنفرين نفس تدريب الجيش، تدريب شامل كامل. في النهايه حتموت، وفي النهايه قلت لك جبالك انا دي حرب عبثيه ساي يا قاسم. فهمت؟ حرب ما عندها اي معنى. احنا قلنا لكم يا جماعه دارين سلام. احنا ضد الحرب وضد البندقيه اللي انت فرحان وماشيلها دي، حتقتلك البندقيه دي ذاته. خلي المستنفرين، ناس الشرطه، جهاز الامن، المشتركه، كلهم واقفين مع الجيش كتف بكتف ضد حربهم ضد الجنجويد. انا الحرب العبثيه دي من قبيلك انا بقول لك انا ضدها. كويس؟ انا ضد السلاح وضد الموت. انا زول بتاع حوار. فهمت علي؟ ده كله كلام فارغ ساي، وده كله تمثيليه، وفي النهايه الناس دي اتضمنك شنو الناس دي ما يقلبوا فيك تاني. شوف، الشعب والشرطه وجهاز الامن والحركات المسلحه كلهم تحت مظله وامره القوات المسلحه، تحت امر القائد العام للقوات المسلحه الفريق عبد الفتاح البرهان، قائدنا ورئيسنا. طيب انتوا هسي الناس اللي كان قاعد تقول لهم جنجويد ديل ما كانوا تحت امر القوات المسلحه؟ نعم كانوا تحت امر القوات المسلحه قبل ما تجوا انتوا يا قحاطه يا وسخين يا عفنين تغشوهم وتملوا لهم راسهم باحلام ورديه بانه حيحكموا بلد جيش وشعبها واحد. انتوا بتحلموا؟ مستحيل يحصل. شعب وجيش يكونوا متحدين تجي قوه تفرقون. عارف المعلومه دي كويس يا قحاطه، خدها في راسك. هم الناس ديل هسي اللي بتكلم عنهم ديل بتحاربوا فيهم ديل، ها؟ هسي كونوا حكومتهم وانتهى الموضوع. حكومة بتاعت سلام، حكومة بتاعت حماية مدنيين، حكومة كلها محبة وسلام. ده اقدر اسالك سؤال، انتوا تحكموا منو؟ انتوا تحكموا، انتوا جردتوا الناس، جوعتوا الناس، اغتصبتوا الحراير. ما عملتوش انتوا. ما في حاجه بتجي في مخيله انسان سيئه ما عملتوها انتوا. بعدين دار اسالك سؤال، انتوا تحكموا الشعب الموجود، شفت الشعب المتبقي ده كله واقف مع الجيش، انتوا حتحكموا؟ بس بالذات انا دار اقول لك حاجه خطاف، انا من قبل شاك فيك وانا مسجل لك في تليفوني ده كل كلامه، وحودي جهات الاختصاص، حبلغ عنك يا خطاف يا قحاط يا عفن. تعرف ليه؟ لاسباب. اول حاجه انت خاين لبلدك ولوطنك، زول متعاون واقف مع الجنجويد، زول بتبث الشائعات اثناء الحرب وممارسه الحرب النفسيه. يعني بتحبط كل من زول فرحان وعنده امل في جيش انه ينتصر، والحمد لله الجيش منتصر. يا اخي داير اسالك سؤال، انت ليه يا اخي الزول فرحان بجيشه في منصته وفي القناه الرسميه بتاعته بانه الجيش انتصر، ليه انت بتقول له ما انتصر؟ ليه يا اخي الحقد ده يا اخي؟ يعني قحاطي وحاقد في نفس اللحظه؟ انت ازاي ده المفروض يعدموه في ميدان عام، المفروض اي زول قاعد معه قحاطي يبلغ عنه، ولا انت اللي كده ماشي ابلغ جهات الاختصاص يبلغون عنك. يا قاسم انت فهمتني غلط. يا قاسم احنا وناس اخونا يا قاسم.